معكم كريم مكروف من الجزائر. أخذت 3 مرات أحسن مصمم في الدول العربية في الخليج سلطنة عمان، ومرتين مع إيفا إيجيبت. واشكر الأخ أحمد علي على هذه الدعوة وشرف الجزائر، وحبذا الآن الحفل بتصاميمي آخر تصاميمي اللي عملتها. عايزين نتكلم عن تصميماتك، ايه اللي هنشوفه النهارده وايه المختلف كمان في الشغل الجزائري هيبقى عامل ازاي؟ دائما تمسك بالتقاليد الجزائرية، هي حاجة مهمة، وعرف التراث الجزائري عبر العالم وكل الدول العربية. هل نقدر نقول في زفاف النهارده ممكن تقدمه ولا هي كلها فساتين سهره؟ لا، هي ملابس ملكية، بيسموها ملابس ملكية، يعني يلبسوها الملكات، ضخمة وتطلب بالهاندمند ويد عاملة كثيرة من التراث الجزائري المعروف بالفتلة والشعرة والتقاليد الجزائرية. طيب عايز اعرف منك، هل تكلفه الفستان نقدر نقول تقيله قوي مش اي حد يقدر يستخدمه ولا؟ قد هو ملابس ملكية، يعني بيقول ملكية يعني غالية، لأن الوقت واليد والعمل بيتطلب، حتى المادة الأولى غالية. الوقت بياخد قد ايه عشان تجهز فستان ملكي؟ شهرين ثلاثة تقريبا. اتمنى لك التوفيق ويلا عشان الحفله. شكرا كثير، سلام.